السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالة اليونيفرسال الفوق أوتوماتيك اللي قدام حضراتكم دي. إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نجرب جميع مكونات الغسالة دي بره الكارتة. زي ما حضراتكم شايفين كده الدخل بتاع الكارتة، الطرفين اللي قدام حضراتكم دول الطرف الازرق والطرف البني. هنجيب كابل خارجي طالع منه طرفين، هنوصل طرف من الكابل الخارجي على الطرف الازرق ده، والطرف التاني من الكابل الخارجي هنوصل بيه على جميع الاطراف اللي في الضفيرة. زي ما حضراتكم شايفين كده بنوصل بالطرف التاني على جميع السوكتات ما عدا سوكت الليفل وسوكت السويتش. زي ما حضراتكم شايفين كده كل طرف من دول بيجرب معانا حاجة في الغسالة. ودي طبعا المدخل 220، انا بوصل طرف على الطرف الازرق والطرف التاني زي ما قلت لحضراتكم كده بنوصل بيه على جميع الاطراف دي. كل طرف من دول كده بيختبر معانا حاجة، في طرف للموتور يمين وطرف للموتور شمال، وفي للترومبة والشداد والصمام. ودي طبعا الكارتة اللي كانت راكبة في الغسالة فاصلة باور خالص، لأن الكارتة كان معمول فيها شغل قبل كده. وزي ما حضراتكم يعني ملاحظين إن السيليكون اللي عليها ده سايح خالص وفيه مشكلة. ده طبعا تسبب في إن الكارتة فصلت خالص. ده الوش بتاع الكارتة، يعني السيليكون سايح خالص خالص على الكارتة زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني الصورة توضح زي ما حضراتكم شايفين. دول طبعا طرفين سويتش الباب، والفيشة التانية الزرقاء دي فيشة الليفل. وده طبعا بشرح لكم تاني وبعرفكم ان دي الاطراف اللي هنوصل عليها. بناخد طرف على الطرف الازرق ده بكابل خارجي من بره خالص، والطرف التاني من الكابل هنوصل بيه على جميع السوكيتات دي. بكل سوكت بيجرب معانا حاجة في الغسالة. ده طبعا احنا بنلجأ ان احنا نجرب كل مكونات الغسالة علشان لما نجيب كارتة جديدة نبقوا عارفين لو في مشكلة في صمام او ترومبة او شداد نغير القطعة دي قبل ما نركب الكارتة الجديدة، علشان ممكن يكون في قطعة من القطع دي فيها مشكلة ونركب الكارتة الجديدة فتضرب الكارتة الجديدة. فاحنا بنجرب كل مكونات الغسالة الاول. ودي كانت حلقتنا النهاردة، ارجو ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.